صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. ربنا خلق لنا ودنين وبق واحد. ليه؟ عشان نسمع اكتر من نتكلم. انا بقول كده ليه؟ بقول كده علشان ممكن لما تسمع خبر وانت ما تعرفش الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي، فبدل ما تروح تردده كده وخلاص او تنزله في فيديو ولا تعمل بوست، تتأكد بس من الخبر الاول. سمعت ان اليو ديانج بيطالب ان هو يبقى يتساوى بزيزو. هو اشمعنى زيزو مع ان تريزيجيه جايب عقد فشيخ اكتر من زيزو؟ ولا هو بس اللجان الزملكاويه هي اللي بتطلع تقفش في الحاجه اللي تخص الزملكاويه، مع انهم بس لو كلفوا بخاطرهم وعملوا سيرش بجنيه وربع هيلاقوا ان تريزيجيه عقده بارقام خزعبليه ملهاش مثيل. بس نتحرى الدقه شويه في الكلام اللي بنقوله عشان ما نطلعش نقعد نطرش اي حاجه على بعض وخلاص. علشان اللي انا شفته الايام اللي فاتت كتير، لا جمهور الاهلي ولا اداره الاهلي بيجري ورا لعيب، ولا بيقولوا له والنبي خليك، ولا بيطلع كباتن كبار من النادي والمفروض ان هم قيمه وقامه على برامج في الهوا ويقولوا له خليك ليه يا ابني انت حبيبنا. قال لك اسامه ابو علي مش عايز، يلا في داهيه، عملناه وهنعمل 200 غيره. مفيش لعيب بيخرج من الزمالك او من الاهلي وخلينا احط لكم الزمالك الاول الا لما سيرته بتنتهي. هاتولي كده لعيب خرج من اهلي او من زمالك ولسه اسمه في الساحه متردد، ما شفتش.